السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء في كل مكان. أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. اليوم التاريخ 15/6/2025. إحنا في النزوح زي ما أنتم شايفين. راح أورجيكم العصافير بعد ما نزحوا معانا كيف إنه إحنا وقفنا الإنتاج. طبعا من مدة طويلة قمنا بإيقاف الإنتاج، إنتاج التفريخ، وقمنا بوضع الطيور كلها مع بعض. الآن سأقوم بأورجيكم كيف الطيور نتعامل معها في هذا المكان. تفضلوا معنا. طبعا متابعينا الاعزاء، هذا جوز الخوخي سبناه يعني مكانه نقلناه. باقي الطيور وضعناها كلها مع بعض، وقفنا الانتاج وضعناها مع بعض. هذا الشبك علشان ما يدخل عليها فئران. هاي زي ما انتم شايفين، هي هان اخر عين. طبعا هذا الفيديو راح ننزله لما يرجع النت. راح ننزل هذا الفيديو بتاريخ 15/6/2025. طبعا صار لنا مدة نازحين في هذا المكان عند أحد الأصدقاء. والسلام عليكم. طبعا متابعينا الاعزاء، انا بحاول قدر الامكان ان ابقي على حياة هاي الطيور، بأطعميها ايش متوفر. طبعا زي ما بتسمعوا في مجاعة، فعلا في مجاعة في قطاع غزة، ما فيش دقيق، فيش طحين. هذا خبز ناشف جبناه يعني من ناس كانت مخزناه زمان تربي طيور، وبنطعم الطير منه خبز ناشف. لو صح شوية رز بنطعميهم، اي اشي بنطعميهم لنبقى على حياتهم انهم يضلهم عايشين. وكمان مرة بنقول انه ما في سلع نهائيا، والسلع غالية جدا، كل اشي غالي، الرز غالي، كل اشي غالي في غزة. وغزة بتمر بمجاعة حقيقية. احنا حاليا في وضع نزوح، وفيش يعني الاشي ما فيش فيه بركة. زي ما انتم شايفين انا حطيت لهم خبز ناشف فقط ابقي على حياتهم. انا كان ممكن ابيعهم اكثر من مرة، لكن ما هنوش علي. هالمرة هذا نزحتهم معي مش زي المرة الاولى. وندعو الله عز وجل يعني انه نرجع على بيوتنا ونرجع وتخلص هالحرب على خير وسلام يا رب. ونصور لكم في الدار وفي غرفة العصافير اللي انتم عارفينها، ونرجع ننتج من جديد. وربنا يا رب ان شاء الله يحل السلام والامن والامان على الشرق الاوسط كله، على العالم كله. ولا تنسونا بالدعاء يا جماعة. هاي زي ما انتم شايفين العصافير كلها شردناها من الدار، حطيناها كلها مع بعض، الشغال والفروخ كله مع بعض. هنا طبعا من كافح الفيران صرنا صيدين 10 فيران. هذا الفار اللي راح تشوفوه كمان شوية هو رقم 10 في المكان اللي احنا عايشين فيه. وقبل ايام صدنا على فخ العرس والملطش اللي فيه ملطش هتشوفوه. هذا طبعا الفار العاشر. زي ما انتم شايفين هذه شنقات، حطينا 3 شنقات تشنق الفيران الصغيرة علشان هذا فخ عرس. طبعا بأنصبه بغطيه بدفنه في الأرض للعرس الكبيرة، لأنه المكان اللي احنا فيه بين في منطقة المواصي، بين ناس بتربي أغنام، ناس بتربي أعزكم الله يعني حيوانات. شايفين كيف هذه طريقة الصيد. الحين حتشوفوا الملطش الحديد. هذا الملطش أنا حاطه جنب الكنانير مباشرة. قبل يومين لقيت فيه عرس كبير وقتلناها والحمد لله. جميع متابعينا الاعزاء، لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناه كنت ترانا للمره الاولى. ودعواتكم يا جماعه انه الله يفرج على غزه، اهل غزه اجمعين، ويفرج على جميع العالم وتنتهي الحروب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.